اختيارك لصاحبك او الشخص اللي انت بتقضي معاه معظم وقتك بيحدد كتير قوي من افكارك، وبيحدد كتير قوي من طموحك. الناس اللي انت محوط نفسك بيهم سواء بمزاجك او مش بمزاجك هم بيأثروا بشكل كبير جدا على تفكيرك وعلى استيعابك للامور وعلى حتى طموحك ورغباتك في الحياه. احيان كتير الحاجات اللي انت بتبقى عاوزها او اللي انت فاكر نفسك عاوزها ما بتبقاش فعلا عاوزها، ولكن ده تاثير الناس اللي حواليك، ان انت حواليك ناس هم طلباتهم الحاجات دي. فلو انت كل اصحابك مثلا كلهم عاوزين يجددوا العربيات بتاعتهم، هتلاقي انت الطبيعي ان انت بقى من جزء من اهدافك انك عاوز تجدد العربيه. ان هم بينقلوا اماكن لاماكن سكن معينه، هتلاقي نفسك عاوز تروح الاماكن دي، خروجات معينه وهكذا. تلاقي دايما المجموعه او مجموعه الصحاب عندهم براندات معينه هم بيستخدموها، دايما عندهم انواع موبايلات معينه هم بيستخدموها، عربيات معينه بيحبوها. الكلام ده كله بتلاقي فيه تشابه كبير ما بين الاصحاب وبعضهم، ومش بس بقى في الحاجات الاستهلاكيه ولكن حتى في طموحك انت في الحياه. فلو مجموعه صحاب هم عندهم طموح، بتلاقي كل المجموعه عندها طموح، كلهم عندهم اهداف، كلهم عاوزين يوصلوا لحاجات افضل في حياتهم. ولو مجموعه مهمله او هم كل اللي دماغهم اللعب والتنطيط والكلام ده، بتلاقي نفس الكلام.